مش عارف تحمي الكلب اللونج في الشتاء وبالذات لو كان جرو، انا هقول لك ازاي الطريقه. عشان الناس اللي سالتني ساعه ما عملت فيديو الكلب البوكسر ان انا ازاي اشد من على جسمه البكتيريا وفي نفس الوقت اخليه بيلمع طول الوقت. القمر دارك جرو رويال بلاك ما شاء الله. طيب دلوقتي هقول لكم الطريقه او ايه المعدات اللي ممكن تعمل بيها الكلب اللونج في الشتاء. دلوقتي انا عندي دي مجموعه شامبوهات بيبي جونسون واكلير وحاجات ملمعه للشعرايه وزيت فاتيكا، تمام، معاهم ميه، برجهم على بعض كده وبشتغل على الكلب كالاتي. تمام، طبعا لازم يبقى معايا استشوار، واستشوار يستحمل عشان ما يفصلش منك ويبوظ، استشوار محترم يستحمل، ومعايا فرشه. في نفس الوقت لازم يبقى معايا فوطه او فوطين عشان بعد ما اعمل الموضوع ده دلوقتي اشد من على جسمه الميه وافرجك ازاي استشوره ويطلع بالشكل الحلو اللي انت ممكن تكون عايزه يطلع بيه اكنه لسه مستحمي، وكمان بديل للدراي شامبو اهو. في نفس الوقت ما بجيبش الميه بالشامبوهات دي في المنطقه دي خالص خالص اهو، عشان هي المنطقه دي اساس التعب لكل كلب، وانه ياخد برد وبتاع. فاحنا بنتلاشى كل تفاصيل دي اهو، لان وارد الجرو يلعب في اكله، وارد الجرو يعمل حمام وينام عليه، وارد الجرو يكون مع اخواته بياكلوا وعمالين يلعبوا في بق بعض، بيجي بعض الاكل في الشعر فده بيعمل بكتيريا وبينشط عليه الدبان، والدبان يتكاثر من البكتيريا وياخدها وينقلها للكلب التاني وهكذا. تمام، اهو من تحت بقى وفي رجله اهي اهو، ورجله التانية من ورا اهو، نديله. خلصنا من المرحلة دي. تمام، عشان امشي كل ده عندي الجوانتيات تمام اهو. الجوانتيات دي الموضوع يا جماعه مش سهل على فكره خالص، لان الناس مفكره ان الكلب بيظهر بالشكل اللي انت عايزه ده بطريقه بسيطه. طبعا الخناقه دي مش عايزينها دلوقتي، بس هقول لكم استعمالها ازاي. طبعا انا بدعك اهو الجوانتي، لان الجوانتي ده لازم يبقى ليه بزوز كده. تمام اهو، في نفس الوقت ما نزلتش وصدرت عليه ميه مباشر سواء في بانيو او بخرطوم، وخليت ريحته كلها كمان نظيفه واكنه لسه مستحمي وواخد شاور وطالع من الشاور زي الفل. وفي نفس الوقت استغنينا عن الدراي شامبو، لان الدراي شامبو عمره ما هيبقى فيه زي سنه الميه اللي بتيجي مع الشامبو ده، فتخلي الشعرايه بدل ما هي ناشفه تنعم، في نفس الوقت تتفرد مع الاستشوار مع الفرشه، فالكلب يطلع بشكل نظيف جدا. انتوا لو لاحظتوا انا عملت كل حاجه اهو. تمام، وباخد كمان المنطقه دي اهي، ما باخدش المنطقه اللي تحت اللي فيها الجلد نهائي اهو. ايه يا عم دارك، وريحه الكلب في الاخر هتبقى نظيفه وكويسه وزي الفل ويقعد معاك زي الفل. لو تلاحظوا مطلع ايه شويه شوائب بشعر باللون اللي هو بيبقى على الجسم اللي هو من الاكل ومن الحمام ومن الكلام ده كله. اعمل زوم كده يا احمد عشان يبقى الناس شايفه. تمام، كل ده اتفرج واتشال. اروح قلع الجوانتي، وعندي اي فوطه او اي تي شيرت قديم او اي حاجه عندي ناشفه. تمام،
اهو بنشف بيها الكلب كويس، وباخد برضو بقايا اي عوامل الجو بقى على الحمام، على بقايا الاكل اللي موجودة في الشعر، على اي لعاب من كلب تاني لعب معاه اخ ليه، مجموعة جراوي مع بعض. وفي نفس الوقت انضف برضو الودان اهي، ما يبقاش فيها اي حاجة موجودة، يبقى الكلب مجمله نظيف وكويس، ما عندناش اي مشكلة خالص. اهو من تحت دقنه وصدره، وبرضه امن على المنطقة بتاعت اهو اللي هي البطن اللي عند جنب العضو بتاع الكلب، عشان في نفس الوقت ايه العضو التناسلي يعني. واشتغل على الاستشوار وايدي شغاله كده. امسك يا احمد، علق دي جنبك اهو. باخد الكلب كامل متكامل اهو. بدأ اعمل زوم كده، تعالى على الكلب. بدأت الشعرايه تنشف واحده واحده وما عليهاش اي تلبيك نهائي كده زي ما انتم شايفين. الجرو خلص، ودي وظيفه السلسله اللي انا بربطها عشان الكلب ما يقعدش يروح مني يمين وشمال. وادي الجرو ما شاء الله اهو. الشعرايه ما شاء الله بارك، الشعرايه كامله متكامله اهو، وبقت زي الفل مفيهاش اي مشكله خالص، وراق وفاق وأكنه لسه يعني واخد شاور سوبر. ده زي معطر كده، بس يا ريت مش على الجلد. تمام، فوق اهو كده اهو، على الشعرايه كده من فوق اهو. بقت الريحه زي الفل. بس سلام.